ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. كل سنة وانتم طيبين. النهارده هعمل معاكم فيديو بسكوت حلو قوي بيتباع في المخابز، بسكوت اليانسون او بسكوت انس. مطلوب مني وناس كتير بتحبه وبتشتريه بسعر غالي. احنا هنعمله في البيت وبأقل التكاليف والنتيجة هايلة وتحفة. معايا ايه؟ معايا 4 بيضات، عليهم باكوين فانيليا او عليهم مثلا معلقة فانيليا سايلة، معايا 4 معالق ينسون حبوب، نقيته وغسلته وصفيته ونشفته، لازم كده عشان بيبقى فيه تراب. ومعايا كوبايه يا زبده يا سمنه، يا زبده على زيت على زيت عفوا، لا سمنه على زيت. هي دي المقادير. ومعايا ايه 3 كوبايات دقيق بس. البسكوت ده يا جماعه شبيه للكيك انا هعمله فين؟ في الخلاط اهو. محضره الخلاط، هنزل بالاربع بيضات، هنزل بالاربعه بيض، عليهم الفانيليا طبعا، وعليهم ايه بقى؟ كوبايه الا ربع سكر سنترفيش، يعني سكر حبيبات مش بودر، سكر سنترفيش. وفي الخلاط هضرب كله. كوبايه الا ربع سكر سنترفيش بنفس الكوبايه اللي احنا عجبنا بيها الحاجه. كوبايه الا ربع، كوبايه زي ما انت عايزه، حسب ما بتحبي الحاجه حلوه ازاي. كوبايه الا ربع سكر سنترفيش على البيض، البيض عليه الفانيليا. نقول تاني: 4 معالق ينسون مغسول ومتنضف ومتنقي ومتنشف، كوبايه زبده او سمنه او زيت على سمنه او كده يعني، 4 بيضات عليها الفانيليا، وكوبايه الا ربع سكر. وعلى الخلاط على طول، على الخلاط على طول اضرب ايه؟ السكر والبيض. خلص ضرب البيض والسكر وارجع لكم. هنا انا ضربت البيض بالسكر بالزبده، وهنا 3 كوبايات دي حطيت عليهم اليانسون، معلقه بيكنج باودر وذره ملح، ذره ملح، معلقه بيكنج باودر، واليانسون المغسول ومتنضف. وهنا البيض والسكر والسمنه ضربتهم وانزل بيهم كده وبالمعلقه. الموضوع ده شبيه للكيكه يا جماعه، بس مش خفيف زي الكيكه عشان طبعا ما فيش لبن. واقلب، ما فيش عجن، تقليب. طعمه حلو جدا وريحته حلوه جدا والولاد بيحبوه، وروعه. تشربيه مع الشاي، تديه الولاد في المدرسه، راح على النادي. بسكوت اليانسون. اقلب كده. هو بيبقى تخين مش زي الكيكه، شبيه للكيكه بس مش في خفيه الكيكه. انا همزج الخليط كله وارجع لكم اوريكم انا بعمل ايه تاني. كده انا عايزه السمك ده اهو، ده القوام المطلوب للبسكوت اهو. محضره الصينيه وهدهنها ماده دهنيه زيت او زبده، مولعه الفرن طبعا اهو. الصينيه اهي، ادهنها بالسمنه. انا دهناها زبده برضو، ممكن تحطي ورق زبده او ممكن تعمليه في قالب الانجليش كيك زي ما انت عايزه. يعني لو الكميه عملتيها نص المقدار ده تعمليه في قالب الانجليش كيك. انا دهنتها كويس قوي. احط بقى هنا كل الخليط بتاع البسكوت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو مش هيتفرد بسهوله، فلازم انا ادهن ايدي اي ماده دهنيه زيت او زبده وافردها في الصينيه. هخلصها وارجع لكم تاني. كده انا حطيت البسكوت
مولعه الفرن، سويته كده، ما بيتساوي بصعوبه جدا، فلازم تدهني ايدك ماده دهنيه وبمعلقه بقى وتساوي اهو عشان ما يبقاش طالع ونازل. هدخلها الفرن. ادخلها الفرن تتخبز، واخلي بالي قوي، هي زي الكيكه برضو قلت لكم قبل كده، هتاخد من 30 ل 35 دقيقه في الفرن على درجه 200 بس. وارجع تاني نشوف هنكمله ازاي. هنا البسكوت خرج من الفرن باللون ده. انا محضره له شبكه عشان اقلب البسكوت عليها، لازم يبرد تماما عشان اعرف اقطعه، مش ممكن اقدر اقطعه التقطيعه اللي انا عايزاها وهو سخن، هيفرفط مني. فانا يبرد خالص، شايفين لونه وجماله، يبرد خالص واوريه لكم. انا هحط على لازم شبكه تهويه عشان ما يعجنش. يبرد، وبعد ما يبرد هنقطعه وهنرجعه الفرن تاني. هوريكم المرحله دي عشان طبعا بسكوت بيبقى مقرمش، بسكوت ما بيبقاش طري، هو كده استوى من تحت ومن فوق، لكن من جوه عاوز يتحمص على الوش ده وعلى الوش ده. هوريكم اخر مرحله في بسكوت انس، بسكوت اليانسون. كده خلاص البسكوت برد، هبدا بقى اقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم، نصين كده اهو. ممكن بقى شوفي انت عايزه الطول ايه اللي انت عاوزاه. انا عاوزه اقطع سمك عشان يبقى مقرمش مثلا كده. بسم الله اهو. انا ممكن اقسم دي 2 كده اهو، مش عايزاه ولا تخين قوي ولا رفيع قوي اهو. السكينه تقطع على طول يا جماعه. هرجعه الفرن تاني. وارص في الصاج كده بالشكل ده، وادخله الفرن اللي انا مسخناه علشان يتحمر من الناحيتين، مش على الشوايه، مش هحمر على الشوايه لان الشوايه هتحمر بسرعه، لكن انا عايزاه يتقرمش. ريحه والله تحفه، تحفه جدا، هيعجبكم قوي وسهل، اي حد يقدر يعمله. انا رصيته كده في الصينيه، هدخلها الفرن واقطع الباقي وادخله الفرن برضو وارجع اوريه لكم. انا كده حمرته على وش واقلبه قدامكم على الوش التاني اهو، اللون ده. احطه تاني في الفرن. ودي الصينيه التانيه اهي. بسم الله. كل ده عشان يقرمش ونسقي فيه الشاي. خلصوا كله ونقدمه مع بعض. عملنا مع بعض بسكوت اليانسون اهو. بسم الله ما شاء الله، اللون اهو. طبعا هيقرمش اكتر كل ما يبرد، مش قادره، ريحته تحفه.
اعمليه وجربيه، ما بياخدش وقت، ما بياخدش تكلفه خالص، سهل جدا. تقدري تعملي كل شويه 3 كوبايات دي يعملوا معاكي حبه حلوين كده. في كمان صينيه في الفرن في منتهى الجمال يا جماعه، اهو مقرمش. عملنا معاكم بسكوت اليانسون. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو جديد.